عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فها نحن نحتفل وإياكم هذه الليلة بذكرى مرور 20 عاما على وفاة أخينا العزيز علينا وشاعرنا المرموق المرحوم عوض أحمد باسم أبو حسين. هذا الشاعر القليل في إنتاجه والغزير في معانيه، ورغم بساطته ومحدودية تعليمه فهو يتمتع بذوق سليم ورفيع وحس مرح، يدرك الخلل والنقص في البيت الشعري ولا يتركه يمر عليه دون تصحيح، ويهتم بضبط جلسات الثمرات التام، لا يدعها تخرج عن إطارها المتعارف عليه، لا يجامل ولا ينافق، يصارح المخطئ بكل هدوء من غير رفع صوت وضجيج، يعشق الدار عشقا لا يوصف بكل ما تحمله الكلمة من معنى، إذ تعمق هذا الفن في أحاسيسه ووجدانه، ويعتبره وجدا من وجبات الشهية التي تزيد حيوية ونشاط. ويعد أبو حسين ركنا أساسيا في فرقة الحصير وأحد مؤسسيها البارزين، وكان يلين أعضاؤها عندما تتباعد جلساتها خشية أن تتشتت وتتفرق. هذا هو الشاعر فقيدنا المرحوم عوض أحمد باسم. وفي الأخير لا يسعنا إلا أن نترحم على روحه الطاهرة، ونتوسل إلى الله العلي القدير أن يسكنه فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.